لو لعبت يا زهر واتبدلت لحوار وركبت اول موجة في سكة الاموال لو لعبت يا زهر. دكتور اكس، دكتور مش بتعطب. يا عم انا شخص منحوس، هو الزهر هيلعب امتى؟ انا هفضل كده ومش هتجيلي فلوس، انا فقري. فيسبوك اللي هو من اشهر منصات السوشيال ميديا في العالم دلوقتي، اللي بيستعملوا فوق ال 2 مليار ونص بني ادم في سنه 2019 دلوقتي، اللي هو تقريبا تلت كوكب الارض، وممكن كمان تلاقي ناس من المريخ بيستخدموا فيسبوك. لكن اللي انت ما تعرفوش عن فيسبوك، فيسبوك اتشهر بالصدفة. فيسبوك اتشهر بالصدفة. ازاي فيسبوك اتشهر بالصدفة؟ قبل ما مارك زوكربيرج يعلن عن فيسبوك سنة 2004، هو اي نعم دخل مصر سنة 2006 او 2008، لكن قبل ما مارك يعلن عنه فعليا سنة 2004 كان في كذا منصة من منصات السوشيال ميديا المعروفة جدا جدا ويمكن مشهورة يمكن اكتر من بتاعت مارك. لكن مارك تقدر تقول دخل على الموقع ده ودخل على الموقع ده، خد منهم الفكرة وجمع الفكرتين او الثلاث افكار اللي موجودين في الموقع ده لوحده والموقع ده لوحده والموقع ده لوحده، وجمعهم في موقع واحد بس. فمش مصدق ان دي صدفه. مارك كمان خد تمويل من جامعه هارفارد نفسها عشان خاطر يستمر في المشروع بتاعه ده، برضه مش صدفه. مارك كمان اتعرف بعد كده ان هو سحب بيانات من جامعه هارفارد، او بصيغه تانية سرق بيانات من جامعه هارفارد وما اتحاسبش على الموضوع ده، برضه مش صدفه. مارك اهله كانوا من الناس الاغنياء جدا، ابوه كان دكتور سنان مثلا، طبعا مش محتاج اقول لكم ان الدكاتره هناك في امريكا شويه بيكونوا عندهم شوية ماني زيادة يعني، فبرضه مش صدفة. مارك كمان كان عنده صحاب بيساعدوه، فضلوا في ظهره عشان خاطر مصدقين المشروع أو الفكرة اللي هم بيعملوها. فدي كده كلها صدف لطيفة أوي. هو أنا جاي أقر على الراجل ولا إيه؟ لا إطلاقا، يعني أنا جاي أقول لك إزاي ممكن تكون محظوظ. إزاي يعني؟ الاول قبل ما اقول لك ازاي لازم تعرف ازاي الحظ بيشتغل اصلا، او بصيغه تانية ازاي ممكن تكون محظوظ. يعني مفيش حاجه كده اساسا، ولا انت كل مره اجي اتكلم في موضوع تقف لي زلومه في الزور كده والله اخرجك من زوري واحكم عليك بالموت. الاول بقى لازم نعرف يعني ايه حظ اصلا. الحظ هو تجمع لثلاث حاجات اذا اتجمعت في شخص واحد فقط اصبح اسمه محظوظ. لا ما اسموش محظوظ، عنده صفه الحظ. شغل دماغك بلاش غباوه. اول صفه وهي الموهبه. يعني ايه كلمه موهبه؟ الموهبه من اسم هبه اللي هو ربنا خلقها فيه. يعني انا بشوف انا بعرف اعمل ايه وبشتغل عليها لحد ما اكون حاجه عظيمه جدا جدا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ازاي ممكن تعرف الحاجه اللي انت فالح فيها اساسا؟ يعني الاجابه بسيطه جدا، وهي انك تسال 5 من اقرب الناس من صحابك ايه هي الحاجه اللي هم شايفينك فالح فيها او يونيك او تعرف تعملها انت بس، او حتى بتعملها بطريقه معينه سبيشال. يعني انا مثلا في ناس كتير جدا يوتيوبر، بس مش في ناس كتير اشباح وحلوين زيي مثلا. يعني مش اتكلم عن نفسي كتير، انتوا عارفين ان انا ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. ولو ما لقيتش اجابه مفيده من ال5 اللي انت سالتهم، ممكن تخش على تاني مرحله او تاني اختيار عشان تعرف الموهبه بتاعتك، وهي انك تشوف نفسك ايه الحاجه اللي انت بتتبسط وانت بتعملها وما بتكونش عايز منها مقابل، اللي هو حد يقول لك شكرا، ميرسي، ثانك يو، جوجل ترانسليت مدغدغ الدنيا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل ممكن تكون حاجة أنا مش موهوب فيها لكن أنا عايزها مثلا؟ يعني مثلا أنا ما عنديش موهبة الكورة، هل ممكن أكون لعيب كورة مشهور؟ أو أنا ما بحبش المذاكرة، هل ممكن أذاكر وأخش كلية طب مثلا؟ الإجابة بسيطة خالص. إزاي يعني؟ هي ليها علاقة برقم 2 شوية، لكن مش هنقول رقم 2 دلوقتي. يعني اللي هي صفات المحظوظ، هو انك تختار الحاجة اللي انت عايزها فعليا وتبدأ تشتغل عليها بجد. كلمة تشتغل عليها بجد انك تبعد عن المشتتات خالص وانت بتعملها، اصل انت ما بتكونش مجبور عليها عشان انت عايزها فقط. يعني ابسط مثال على كده ان انا في كلية اداب قسم ارشاد سياحي، حلو قوي، يعني المفروض هطلع مرشد سياحي او مدرس تاريخ بالكتير قوي يعني. لكن انا في دماغي ان شاء الله ان ربنا هيكرم وهشتغل في البرمجة مثلا، وتحديدا في الويب ديزايننج او تصميم المواقع. فبالتالي انا عندي دراستي الاصليه ودراستي الفرعيه. دراستي الفرعيه انا مهتم بيها يمكن اكتر من دراستي الاصليه اصلا، وساعات بكنسل خروجات وببطل اخرج مع اصحابي عشان خاطر اذاكر اللي انا بعمله. فبالتالي انا بجبر نفسي على حاجه انا عايزها فعلا. هو الموضوع صراع داخلي شويه، يعني ازاي الصحابه هيكونوا خارجين وهسيبهم وهبقى قاعد بذاكر زي الضفدعه المطلقه هنا اساسا؟
فهي ليها علاقه بالحافز الداخلي شويه، انا عايز كذا فهعمل. لكن خلينا متفقين ان انا ساعات بتجيلي لحظات بقعد فيها زي الضفدعه المطلقه ما بعملش حاجه خالص، والدليل اني قبل ما اعمل الفيديو ده قعدت حوالي 3 اسابيع مريح ما بعملش حاجه خالص، فالموضوع شويه بيبقى كسل. فانا عشان احل الموضوع ده بفكر نفسي دايما بالهدف اللي انا بداته، وان انا مش هقف في نص الطريق، وان مش كل حاجه كل ما الاقيها صعبه اقف عندها ومش عارف ايه والحاجات اللطيفه دي كلها. يبقى اول حاجه من صفات المحظوظ هي الموهبه، وعرفت ازاي تعرف الموهبه بتاعتك، وعرفت ازاي لو انت مش عندك موهبه تكتسبها ازاي، بانك تشتغل عليها بجد. يعني تاني صفه من صفات المحظوظ وهو انه يشتغل بجد. يعني ايه انه يشتغل بجد؟ انه يشتغل على الموهبه بتاعته دي بجد. يعني مثلا انا ربنا مديني صفه ان انا لعيب كوره حلوه قوي، او زي ما عرفنا من فتره ان قدره ادراك ميسي اسرع بشويه من البني ادم الطبيعي، فبالتالي الحركه اللي ممكن بني ادم طبيعي يعملها في 3 لمسات ميسي ممكن يعملها في لمسه واحده بس، حاجه شبه كده، او ده اللي انا فهمته من الدحيح. لكن في ناس بتقول ان هم عندهم الموهبه لكن ما عندهمش الوقت ان هم يشتغلوا على موهبتهم. طبعا انا مش هشتمكم، وانتوا عارفين ان انا مش هشتمكم عشان انا عملت فيديو قبل كده بشرح فيه الموضوع تنظيم الوقت وازاي ممكن تاخدك في اليوم حوالي 7 أو 8 ساعات فاضيين. فالسؤال الذي يطرح نفسه، هل ممكن تقدر تتحكم في الوقت؟ بما انك بني ادم طبيعي زي اي بني ادم تاني وحر نفسك، عندك 24 ساعة في اليوم، وال 24 ساعة دول لو صفصفتهم كده ممكن تلاقي فيه 5 أو 6 ساعات فاضيين عندك في اليوم. لو مثلا انا ربنا كرمني وعندي موهبة كرة القدم، ان انا حابب كرة القدم من وانا صغير. طب بتبص لي كده ليه؟ ده عز، ده عز. عندك زيه؟ رحت قدمت في اكاديميه للكوره مثلا، والمفروض ان المدرب قال لي هتتمرن كل يوم 3 ساعات بس، لكن انا اكتشفت ان انا عندي 6 ساعات فاضيين في اليوم، فبالتالي في 3 ساعات هبقى قاعد فيهم مش هعمل حاجه خالص. فالنتيجه اني بقرر ان انا هستغل ال3 ساعات الزياده دول في اني اتمرن على الموهبه بتاعتي زياده عشان الاقي نتيجه احسن. فبالاخر الحظ هو نتيجه موهبه جنبها شغل بجد. خد بالك اني قلت شغل بجد، مش اي حد بيعرف يشتغل بجد. هو انا ليه حاسس ان انا بلقح عليك مثلا؟ اسمع فالحوس بيقول لي لا يا عم انا مش محظوظ، ما يفرقش معاك الكلام ده، انا عندي كل الكلام ده بس ما اعرفش اعمل حاجه. بص انا هقنعك. احنا لو افترضنا دلوقتي ان احنا عندنا معادله صغيره ان الحظ نفسه 3 على 3. حلو قوي. طيب 3 على 3، وانا قلت لك من الاول ان مكونات الحظ 3 حاجات: الموهبه والشغل اللي بجد والفرصه. فانت دلوقتي معاك 2 من اصل ال3 اللي هو تقريبا تلتين المعادله، اللي هو تقريبا 66.6%، اللي هو انت ناجح بتقدير جيد جدا يعني. طيب ثالث عنصر من عناصر الحظ ايه؟ الفرصه او الصدفه، ودي بتيجي بتوفيق ربنا. كان في مقوله قريتها من فتره حلوه جدا جدا، كل ما افتكرها جسمي اشعر كده، بتقول من الافضل ألا تأتيك الفرصة وأنت جاهز على أن تأتيك وأنت لم تجهز. يعني من الآخر الفرصة أما ما تجيلكش وأنت جاهز أحسن بكتير أول ما تجيلك وأنت مش جاهز، ساعتها هتتحسر. دلوقتي أنت عرفت إيه العناصر المكونة للحظ. أول حاجة الموهبة، تاني حاجة الشغل اللي بجد، تالت حاجة الفرصة واللي مالكش دعوة بيها أساسا. لكن السؤال اللي سيطرح نفسه إزاي ممكن تزود حظك في أي حاجة في الدنيا؟ أول حاجة إنك تكون في المكان الصح. يعني ايه تكون في المكان الصح؟ يعني انت مثلا طالب في مرحله معينه من الدراسه، فالمفروض انك بتدور على مدرس بيتقال ان هو كويس، فبتروح له وبتبدا تفهم منه، ولو ما لقيتش نفسك فاهم منه بتبتدي ان انت تغير المدرس ده وتشوف واحد غيره، ساعتها يتقال ان انت في المكان الصح. تاني وتالت حاجه مع بعض هو انك تكون موجود ومختلف. ده غبي ده ولا ايه؟ ما انا موجود اهو. انا قصدي انك تبقى موجود بحضورك. بحضورك دي معناها ايه؟ انك تشارك في المكان الصح اللي انت موجود فيه ده. يعني مثلا انت موجود في درس معين وليكن درس عربي مثلا، فالمفروض انك حابب ان انت تثبت وجودك في وسط الناس اللي موجوده دي. انا يونيك يا جدعان، انا فريد عن نوعي، انا غيركم. فنفترض ان انت عندك درس وليكن درس عربي معين او درس قراءه معين، فالمفروض اللي تعمله عشان تكون مختلف عن الناس اللي حواليك انك تحضر الدرس ده قبل ما تروح وتكتب في نوتة صغيره كده شويه اسئله، تبدا تصطاد المدرس في كل سؤال من الاسئله اللي انت حاططها. يعني اتكلم عن النقطه الفلانيه دي، تقول له طب يا استاذ هو دي معناها ايه؟ وقال ليه كده وعمل ليه كده ومش عارف ايه من الحاجات اللطيفه دي كلها. خد بالك ان الحظ بيصطاد دايما الناس المختلفه عن الناس التانيه، لانهم بيبقوا ثابتين الحضور وبيعلموا اكتر في ذاكره اللي قدام. يعني من الاخر امشي عكس التيار، ما تبقاش ساكت قاعد زي الميه الراكده كده. لكن من اسوأ الحاجات اللي بتيجي لحد او بصيغه تانيه بتبعد عنه حظه الخوف.
الخوف من انك تخرج بره الكومفورت زون بتاعتك، انك تبذل مجهود في حاجات انت مش متعود انك تبذل مجهود فيها. يعني مثلا اما انا جت من فتره وقررت اخش مكان الويب ديزاين، قلت ايه ده انت هتضحي بكميه المسخره اللي هتبقى في الكليه وانك تخرج تقعد مع اصحابك وفي البلاي ستيشن وعلى القهوه وكل الحاجات اللطيفه دي كلها عشان تيجي تذاكر مع نفسك زي الكلب كده لوحدك. يعني مش تماكش والله انا بتكلم عن نفسي. فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي كانت بتعمل لي انا ارق داخلي، ان هو انا خايف ان انا اخرج بره الكومفورت زون بتاعتي، انا خايف ان انا اذاكر وما الاقيش مجموع، او بصيغه تانية ما تلاقيش نتيجه تعبك ده مذاكرتك، الخوف من المستقبل، الخوف من حاجات كتير قوي. فاسال نفسك كده كام مره جت قدامك فرصه وانت ضيعتها لمجرد انك خايف، او بصيغه تانية مش مديها اهتمام، انت نفسك اللي ما كانش عندك الجرأه انك تنتهز الفرصه دي وكنت خايف. دي بقى النقطه انا ممكن ما تكونش مهمه قوي لكن انا بجدها لطيفه بصراحه. طب انت حاططها في الفيديو ليه؟ رخامه يا اخي. لا واللذيذ ان انا حاططها قبل الحته المهمه في الفيديو. يعني شوف ذكائي اللي هو مش هتفرج على الحته دي ولا كانه شاف الفيديو اساسا. عبقري ما شاء الله عليا. الحظ والعلاقات. ساعات كتير جدا بتشوف واحده حلوه قوي 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 مرتبطه بواحد شبه خالتك، بتشوفهم كتير وانت قاعد صح؟ طبعا حضرتك بتبقى زي المتخلف يا ابن المحظوظه يا فوزي، وايه اللي عاجبها فيه ده؟ مبدئيا ده مش حظ يا اسطى، امال ايه؟ ده لان الاثنين كانوا متجمعين في مكان ظهرت ما بينهم التوافق فيه. يعني مثلا انا بحب الرسم ورسمت رسمه ورحت بيها معرض الرسم بتاع القاهره مثلا، وفي واحده معينه اللي هي المفروض الكلبه اللي انا هرتبط بيها اساسا رسمت لوحه معينه وراحت بيها برضه نفس المعرض، وانا اتقابلت انا وهي في نفس المعرض. هي شافت الرسمه بتاعتي عجبتها جدا، تقول لي ايه ده انت راسم رسمه شبه اللي انا رسمها بالظبط. فبالتالي هنا حصل انجذاب بينا لمجرد ان احنا راسمين رسمه شبه بعض، لان افكارنا طلعت شبه بعض. يعني من الاخر هو مجرد توافق للاهتمامات فقط، مش مجرد حب او انها ايه اللي عاجبها فيه او ما الى ذلك من الحاجه الفارغه اللي انت بتقولها لنفسك. هتعيش مش هتلاقي كلبه اساسا. فلو انت عايز تلاقي كلبه وترتبط فانت المفروض تدور على المكان اللي انت بتحب تكون موجود جواه، يمكن ساعتها تلاقي جولييت مستنياك هناك وتبدا قصه حب اخرها سلامتك وهات بامبرز وفين وانت جاي. بسمع كتير قوي كلمه انا حظي نحس، انا بائس، انا هفضل زي ما انا مش هتغير. فدلوقتي هقول لك بقى ازاي ممكن تخلص من الحظ الوحش، او بصيغه تانية انك تبطل تكون نحس. والله العظيم انا ببذلك دي كده. مبدئيا قبل ما اقول لك خلينا نتخيل سيناريو كده. عندنا شخص اسمه سامي ده شغال في شركه معينه والمفروض ميعاده ان هو ينزل من البيت الساعه 8 وسامي ميعاده في الشركه الساعه 9. فنفترض دلوقتي ان العربيه اللي سامي راكبها عطلت وبالتالي ممكن يتهزق، بل ممكن يوصل الموضوع لان هو ياخد جزء من مديره لمجرد ان هو اتاخر ربع ساعه لان الطريق كان واقف. لكن لما اقول لك مثلا ان سامي اتعلم من اليوم ده وقرر ان هو ينزل الساعه 7 الصبح او 7 ونص، ان هو ينزل بدري عن ميعاده نص ساعه، فبالتالي كده سامي عنده ساعتين او ساعه ونص في الطريق، بحيث ان لو حتى الطريق كان واقف هيقدر سامي ان هو يوصل في ميعاده بالظبط لمجرد انه خرج نص ساعه او ساعه بدري. ومن هنا نخرج باول حاجه عشان تخلص من الحظ الوحش ده، وهي preparation او التحضير. انك تحضر او تخطط لحاجه من اكتر الحاجات المشهوره في الوسط بتاع الناس الناجحه، الناس اللي زيي. يعني مثلا انت عشان توصل لكليه هندسه محتاج ان انت تذاكر مذاكره طويله شويه، لان ما حدش بيخش الكليه دي غير ناس متفوقه. فالسبيل او الطريق الوحيد ليها دلوقتي انك تذاكر. دلوقتي عرفت النهايه وعرفت البدايه وعرفت الطريق اللي انت هتمشي في النهايه ده انا هخش كليه الهندسه، والبدايه ده انا هذاكر، والطريق ده ان انا هفضل اذاكر طول الطريق ده. فالمفروض انا هبدا اخطط هذاكر قد ايه، هذاكر ايام ايه، وهاخد اجازه ايام ايه، وهريح قد ايه، وهخرج امتى، وهلعب امتى. يعني من الاخر خطط لاي حاجه قبل ما تعملها. حتى لو هتخش الحمام عادي جدا ممكن تخطط انا هقعد في الحمام 3 دقايق وهخرج عادي، ايه المشكله. تاني حاجه ممكن تعملها عشان تخلص من الحظ السيء انك تتوقع اسوأ سيناريو ممكن يحصل حرفيا. يعني مثلا اسوأ سيناريو ممكن يحصل ان انت لو ما ذاكرتش مش هتخش الكليه اللي انت نفسك فيها، هتخش كليه انت ما بتحبهاش، هتفشل، هشرب بانجو، ابوها هيحط عليا يوم النتيجه هيقلب هالك او فرج ايهما اقرب، مش هتجوز البنت مديحه صاحبتي. افضل بقى تخيل في اسوأ سيناريو ممكن يحصل لو انت ما التزمتش بالخطه دي. قبل ما تنام كل يوم لو هتنام الساعه 10 او 11 قبلها بساعه طفي النور، ابدا تخيل هذا السيناريو اللعين اللي انت مخطط له اساسا، وبكده انت تكون متحضر نفسيا اساسا لاسوأ سيناريو ممكن يحصل لك. برضه هنعمل العكس، ان بعد ما تتخيل اسوأ سيناريو تخيل احسن سيناريو ممكن يحصل لو التزمت بالحاجات اللي انت حاططها دي او التخطيط اللي انت عامله فعليا، اللي هو شكل اصحابك، شكل اهلك، شكل الكليه اللي انت داخل فيها وبتحط عليك فيها. اي نعم المهندس راح، المهندس جه، بس ما حدش يعرف ان المهندس شال فيزياء اساسا، بس ما علينا. فدلوقتي عشان نلخص الموضوع ببساطه شديده، اول حاجه تعملها عشان تخلص من الحظ
السيء انك تخطط للحاجه قبل ما تعملها. تاني حاجة انك تتخيل اسوأ واحسن سيناريو المفروض يتعمل. من اسوأ الحاجات اللي ممكن الناس تعملها لنفسها انه يوهم نفسه انه شخص منحوس. ازاي ده؟ ان دلوقتي لا قدر الله حصلت له مصيبه معينه، يبدا يفتكر ان حصلت مصيبه قبلها شبه المصيبه دي بالظبط بس يمكن اقل حبه، ويبدا يخش في حاجه بنسميها في البرمجه انفينيتي لوب او الدوره التكراريه اللي ما بتخلصش. يبدا يفتكر كل المواقف الوحشه اللي حصلت له في حياته، وبالتالي يبدا يهيئ لنفسه فعلا انه بقى منحوس. لمجرد ان في مصيبه حصلت له يبدا يفتكر كل المصايب اللي حصلت في حياته. يا ريت الموضوع بيقف على كده، ده الموضوع كمان بيوصل لدرجه ان هو بيشوف الحاجات الكويسه اللي كانت قدامه عاديه جدا ويشوف فيها الجانب الوحش، بس ان الحاجه دي هي اللي بتخليني اصحى بدري، الحاجه دي هي اللي مضايقاني ومطلعه عيني، انا هذاكر ومش هجيب مجموع. يعني هو انا ذاكر ليه؟ يعني هم اللي ذاكروا عملوا حاجه؟ يعني انا هقعد ساعتين العب رياضه ليه؟ يعني اللي خسوا كسبوا حاجه برضه؟ يعني ماشي على اساس ان انا هعمل للتغيير، يعني كله رايح. المفروض انك لازم تتفائل. الخلاصه بقى افتكر دايما ان مفيش حاجه اسمها حظ، الحظ بيجي نتيجه موهبه انت اشتغلت عليها جامد وبقيت تقدر تقول راجل فعلا. لازم قبل ما تعمل اي حاجه تخطط ليها كويس قوي 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 وتتوقع اسوأ واحسن سيناريو ممكن يحصل عن التخطيط ده. وخلينا متفقين ان احنا بنتكلم بالعلوم وكده، لكن حته دينيه شويه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل اللي هو التفاؤل. يعني في حديث معروف جدا تقريبا كلنا حافظينه اللي هو بيقول ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. يعني تشتغل على الحاجه اللي انت هتعملها كويس يا اما ما تعملهاش اصلا. وبرضه افتكر ان ربنا بيقول في القران وان ليس للانسان الا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. في آخر الفيديو أنا هختم بمقولة أنا بحبها جدا 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 جدا، ومن أكثر الحاجات اللي عجباني لحد دلوقتي وحاططها على الفيسبوك تقريبا في البايو بتاعي تقريبا بقالها حوالي 7 شهور حاجة كده. مقولة لعمر بن عبد العزيز بتقول إيه؟ لو أن الناس كلما استصعبوا أمرا تركوه ما قام للناس دنيا ولا دين. طبعا بقى شكرا كثيرا للناس اللي وصلت لنهاية الفيديو دي، طبعا وما يبقى إلا قليلا من الناس، وأنا بحبكم كتير 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 والله. لو أنتوا وصلتوا للمرحلة دي فأنتوا فعلا بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي، وأنا بحبكم. في نهاية الفيديو لو عجبك بقى ما تنساش تبقى تعمل لايك للفيديو، ولو انت مش مشترك على القناه اشترك على القناه عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي جايه. وقول لي تحت في الكومنتات هو الظاهر هيلعب امتى بقى.